أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله العزيز الحميد، وأشهد أن لا إله إلا الله الفعال لما يريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع العبيد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وجميع أهل التوحيد. أما بعد، أيها المسلمون، اشكروا الله جل وعلا أن بلغكم هذا اليوم العظيم الذي رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين، وجعله من أفضل أيام العام وأعظمها عند الله تعالى. فيه وقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في منى خطيبا في الحجاج، وذكر تعظيم مكان الحج وتعظيم زمانه وتعظيم يومه الأكبر الذي هو يوم النحر، وتعظيم أمر الدماء والأعراض والأموال. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. أيها المسلمون، إن الله تعالى خلقنا لعبادته وتوحيده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرنا بتوحيده وطاعته، وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يعلمنا الطريق الصحيح لعبادة ربنا، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أمرنا الله تعالى أن نكون في عبادته مخلصين، ولنهج نبيه مستقيمين، لنفوز برضاه وجنته. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا يرتفع شأن الأمة الإسلامية ولا تقوى شوكتها ولا يدوم عزها ويتحقق نصرها إلا إذا حققت هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصدقت في توجهها وابتعدت عن السبل الشيطانية التي تفرقها، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، جاء عيد الإسلام برسالته الخالدة التي جاءت بالرحمة والرأفة للناس أجمعين، رسالة جاءت بطمس الوثنية وإزالة عقائد الجاهلية وتحقيق التوحيد الخالص الذي هو حق رب البرية. جاء الإسلام بالحث على صالح الأعمال والتحلي بجميل الخلال، أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، ورغب في الصدق والعفاف، وأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام وإحسان إلى المرأة واليتيم والفقير وغيرها من الأعمال، ونهى عن الظلم والجور والكذب والغش والزور والمسكرات والربا والزنا. فاشكروا الله على نعمة الإسلام، وانظروا في حالكم على الدوام، وحاسبوا أنفسكم واتقوا الله ربكم، واهنئوا بعيدكم والزموا الصلاح وأصلحوا، فالعيد يوم فرح وسرور ويوم ابتهاج وعفو وإحسان. أيها المسلمون، أحمد الله تبارك وتعالى ربي كين قارسنا ربي قويا بريجا قويا عيدي قويا جبا كنان قويا
ربي سبحان الله درجات الكافكنان كالربي نبي الحمد لله رب العالمين قاوم كالربي تيرياتي ربي بيا أكنا أمس نرد هذه الديرسو إذا ربي نعم إرامتا ربنا هفاته أكمل سنبيك ربي سبحانه وتعالى عباداتي مخلق عباداتي ستمو أساسي بؤور توحيدا كما هو ربي رسلته تأرقي أكسما ربي كتب إساداب وسيدره شعني أمتا درجات أمتا الفؤموني جافا أمني وانسلا إساب جيك خلقا تكن جافا قبت جيك الفؤمنت جافا كان بزدي عبادا كن موشركي لما قبا بمثل إخلاصا في متابعة لربي جتهجتو كرا إرقما ربي الصلاة والسلام هجتو ذا كرا شيطانا كرا ربي رانا مفقيسو كان الرافقاتو ذا إذا أيها المسلمون عيدي إسلاماكم إرقاء صرفوتات إرقاء حفتوتات فقدتك كان سينفتي دين الإسلامي رحمة ما لا يدون ماتي رحمة قلتو لا نفتي دين الإسلامي حتى ربي قلت وابراهيم قلتان نتابوتا لفرادي سسول أن نفتي توحين أرقمون أن أفيدت بدين الإسلامي دين الإسلامي هجيب الداري وتنما فكاسا دين الإسلامي حال ببردار وتنما خاسا دين الإسلامي صلاة الزكاة صوم حجي كان وتنما خاسا أكسم أمو يروبة وقاربة وتنما خاسا كدار أفتيش وتنما خاسا حالا فبات تنتؤول وتنما خاسا فرومه فتوبتنا مخاتا ببرتيت ياري أجتشورتنا مخاتا يتيما في كثيرا هندت يجتر داري أجتشورتنا مخاتا إنما هو يا عدافا آلام ضربات سالا يزون مسكينات يجترك رحمتك أولني وانك بنراس إنني في جتون أكسم الدين الإسلامي يظلم رانا مدرقا نما ميلورا صبورا نما قوم سورا وانما مكسو في ربادا في زنادا في واهزورا دين الإسلامي نما درقا وانهمات يفنزجت إذا ربك حقلتي فنو قلت اسلمنا كانت المجلسة حالة كين إلى مربات سارة وفاستبون مربات سارة ربنا عاتوه إذا كين كنان كنانون إذا كين كناني اتقام مدونس مربات سارة بيان إذا بيا قمتشوتي بيا قمتشوان تهلكو يولي يجوب لي والتبزنجراتي والفهم ربو يجراتي والاستعرارمون وهي الدنيا تبجسون من ولولي ولنعود جرات الليل والاستعرارمون بربات سالة جسولة بيا نيدا بيا قمتشوتي بيا إيفا مولي قدنو بيا قلتوني وحسنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر 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 الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى بطلب مرضاته والبعد عن محرماته واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل وأن عيدكم عيد فضيل قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ويوم القر هو اليوم الذي بعد يوم النحر وهو الاستقرار بمنن وفي هذا اليوم يشترك الحجاج وغير الحجاج بإراحة دماء الهدي والأضاحي تقربا إلى الله عز وجل قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فعظموا هذه الشعيرة والتي هي من شعائر الله تعالى، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فمن تعظيم شعائر الله فيها أن تكون خالصة لله، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأن تكون الأضحية مستوفية للشروط سالمة من العيوب بالغة السن المعتبر شرعا، وتذبح في الوقت الذي حدده الشرع. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيتها الأخت المسلمة، إن الله تعالى قد أنزل فيك سورا وآيات تتلى إلى يوم القيامة، فاستمسكي بشرع الله وكوني من الصالحات، وتذكري نعمة الله عليك إذ جعلك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كوني قدوة لغيرك وداعية إلى الله تعالى. سوني بيتك وأطيعي زوجك واعتني بتربية أولادك، فالمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واشف صدورنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا وارحم أمواتنا واشف مرضانا واقض ديوننا واهد ضالنا وأدم أمننا وأصل أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم ادفع البلاء والوباء والفتن عن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.